يا شباب يلا. لهذه المباراة التي يرفع اليوم فيها نادي السيب شعار الفوز أمام عمان، وعمان يريد أن يكسب التحدي. هذا هو العنوان الذي سيكون بالنسبة لهذه المباراة. وهنا قد نشاهد الهدف الأول، هنا فرصة، هنا محاولة، هذه جول، لكن تصدي من أحمد حاضرا في الكرة الباضية، ويتصدى لكرة يزيد من نوها، ثم بعد ذلك يزيد سدد، لكن التغطية كانت حاضرة وفرصة للتقدم يا يزيد، لكنه لم يسجل. سبق وأيضا حارس مرمى منتخبنا الوطني للشواطئ أيضا في الجانب. هل يحافظ على نظافة الشباك مرة أخرى للمباراة الثانية على التوالي؟ تصل الكرة بعد ذلك إلى منتصر الذي كان حاضرا في جنوب أفريقيا وقدم بطولة رائعة في عام 2000. يعود بالكرة إلى المعشري، الكرة وصلت سهل عند أحمد الرواحي الذي يمسكها حقيقي لقب بطولة الدوري. الكرة الآن تعود، المحاولة وصلت بعد ذلك إلى أحمد الخميسي، وبالتالي هذه هي الأسماء التي يبقى مع الكبار في دوري عمان تل. لكن عودة الصبحي بهدفين، وهنا لدينا كرة، لدينا محاولة مرت من الجميع، وصلت بعد ذلك عند الحارس أحمد. القاتل الفريقين نعم كان في موسم 75-76 كان يسمى بدوري العاصمة، كان أن يضيف الإضافة الكبيرة. هنا لدينا الكرة تصل عند أحمد الرواحي، وبعد ذلك الكرة مرت بردا وسلاما ومرت خارج الخشبات الثلاث. على المحاولة مرة أخرى من كرة عرضية مرسولة، لكنها تصل إلى أحمد الرواحي الذي يمسك الكرة بكل سهولة، والكرة الآن تصل عند أحمد الرواحي، والكرة الآن تعود ومستمرة هذه الكرة ويرسل التهاني والسيب لانتصار ثاني في بطولة الدوري، وفرحة في